اهلا بيكم في بودكاست سر الحدوته. والحدوته بتاعت المره اللي فاتت ما خلصتش خالص، الحدوته كانت لسه بتبتدي. احنا كان معانا المره اللي فاتت دكتوره شابه مميزه، طبيبه اسنان، بدات بمهنتها العاديه طب اسنان وطورت نفسها لغايه لما اخذت دبلومات وماجستير ودكتوراه، وبقت محاضر في اكتر من مجال. وزي ما عرفناها المره اللي فاتت هي فعلا شخصيه مميزه تستاهل ان هي تكون معانا حلقه كمان. بس الحلقه دي هنتكلم فيها عن الاطباء وعن دكاتره السنان. اهلا بيكي دكتوره رنا. ازيك يا رؤى، عامله ايه؟ احنا بصراحه المره اللي فاتت ما شبعناش من حضرتك ابدا يعني. شكرا. كان عندك كميه معلومات لازم نستفيد منها. ماشي. حضرتك اصلا دكتوره سنان، ايه اللي خلاكي تروحي لمهنه تانية؟ حلو. بصي انا في الاول خالص ما كانش هدفي ابدا ان انا ادخل كليه طب اسنان. انا كنت مغرمه بحاجه اسمها علم نفس وان انا اعرف البني ادمين عموما بيتعاملوا ازاي. وكنت شاطره جدا جدا في ثانويه عامه وجبت مجموع دخلني اي كليه انا عايزاها، فكان هدفي ان انا ادخل كليه طب. بس نتيجه لتغييرات في مجال محل السكن وكده اضطريت ان انا ادخل كليه طب اسنان. وكنت داخلاها وانا كارهه، يعني خلاص امر ومفروض عليا وخلاص. بس لما دخلتها حبيتها جدا وقلت كويس ان انا ما دخلتش طب بشري. الغريب بقى انه انا لما خلصت، وكالعاده زي ما كنت شاطره في ثانويه عامه كنت شاطره برضو في الكليه، طلعت بامتياز، تعينت في الجامعه، حضرت ماجستير ودكتوراه. وبعد ما خلصت دكتوراه حسيت بقى ايه، ان عارفه الحماسه اللي بتيجي البني ادمين، انا دكتوراه وبحب الماده بتاعتي جدا وبحب الكليه جدا. فانا هدفي ربنا خلقني علشان اكون السبب في ان انا احبب الطلاب في الماده دي. وبدات اشتغل بره في عيادات عادي وفي مستشفى كدكتوره سنان، علشان يبقى بجمع ما بين المجال الاكاديمي والخبره العمليه. وبعدين عديت بوقت كده حسيت فيه، عارفه انك انت بتتحرقي، فقدتي عارفه الشغف. الاحتراق الوظيفي اللي بيسموه. لقيت نفسي فعلا مش طايقه، مش قادره اشتغل. هو انا هفضل لحد امتى مكفيه كده على وش العيانين، عماله بحشي وبعمل وبنظف في قنوات العصب، وظهري اروح كل يوم ظهري ورقبتي وجعاني. الموضوع كان مؤلم جدا. فقررت خلاص، انا ايه اللي موديني في المهنه دي؟ انا قفلت الليفل بتاعها، ماجستير ودكتوراه، هعمل ايه بعد الدكتوراه؟ خلاص يعني كفايه، ويلا بينا ارجع بقى للحاجه اللي انا اصلا كنت بحبها. فبدات ادرس في علم النفس بشكل كبير. وهنا عارفه لما تلاقي ان الدنيا نورت كده قدامك، امم بدات الاقي في طب، في علم النفس او في العلوم اللي انا درستها اللي ليها علاقه بعلم النفس، اكنها بالظبط كشاف بيسلط لي الضوء على حتت في طب الاسنان هي كانت مظلمه بالنسبه لي وبالنسبه لنا كلنا كدكاتره اسنان، مش بالنسبه لي انا بس. هي فعلا كانت مظلمه وكانت مخليانا نشوف ان مهنه طب الاسنان دي مهنه مؤلمه جدا، ستريسفول جدا، زي ما الابحاث بتقول عنها ان دي اكتر المهن ستريس على وجه الكره الارضيه. لان احنا بنتعرض لحاجات كتيره جدا، منها طريقه الدراسه نفسها، منها العدد الكبير والتنافس اللي بقى موجود ما بين دكاتره الاسنان، منها البوزيشنز اللي احنا بنقعد فيها وبنفضل ملويين علشان خاطر نطلع الشغل بشكل كويس، فنروح بيتنا بآلام جسديه رهيبه، منها ان احنا بنضطر نشتغل من 10 ل 12 ساعه عشان نوفر دخل كويس. ومش بس دخل كويس، دخل يعيشني الحياه المينيمم. يعني ما بقولش بقى على الرفاهيات ولا اي حاجه، لكن يعيشني الحياه الكريمه زي ما بنقول، مستوره. ده بيقولوا دكاتره السنان بيعملوا فلوس يعني. بيقولوا بس هقول لك يعني هنرجع للنقطه دي بعدين. مش بس ان احنا كدكاتره اسنان لازم نشتغل من 10 ل 12 ساعه علشان خاطر نوفر الدخل ده، احنا في ال 10 12 ساعه ده احنا تقريبا الطبيب الوحيد اللي ما بيعرفش يتكلم مع الحاله بتاعته، لانه احنا بنبقى شغالين في بقهم. تلاقيه بيقول لك واخبارك ايه، عامل ايه، الحمد لله. احنا ما بنعرفش، احنا تقريبا بنعاني من جزء كده من الوحده، انه انا بقعد وقت طويل جدا من وقتي لوحدي. والابحاث بتقول لك ما تعتبرش ان الاسيستنت اللي موجوده مع دكتور السنان دي شخص، ما تعتبرهاش ان هي مجال اجتماعي، الشخص الدكتور بيتكلم معاه، لانه برضو التعامل ما بينهم وبين بعض، هاتي لي كذا، حطي لي كذا، اعملي لي كذا، فده مش كوميونيكيشن. يعني كان في جزء لطيف كده اللي هو احنا بعد ما بنروح من ده احنا بنبقى محتاجين حد يحتوينا، فبنروح بقى للبطاطس المحمره والشاي باللبن والحاجات اللي هي بتحتوي البني ادم ده وتطبطب حاجه عليه. تحضننا. بالظبط، مجال مرهق جدا نفسيا. فلما بدات ادرس بقى علم نفس، او بدات ادرس بالذات مجال التنويم بالايحاء، حسيت ان زي ما يكون في كشاف كده اتسلط على الحته دي في طب الاسنان، وان الحياه لا، هي المهنه مش ستريسفul، احنا اللي بنمارس المهنه بشكل غلط.
وبالمناسبه طريقه ممارستنا للمهنه بالشكل الغلط ده هو اللي بيخلينا مش عارفين نعمل فلوس منها. يعني لو جينا للمقولة اللي انت قلتيها من شوية ان الناس بتقول على دكاترة الاسنان بيعملوا فلوس كتيرة، فاحنا نقدر نعمل فلوس كتيرة بس لو عرفنا ازاي نستفيد من مهنة طب الاسنان، ازاي نطلع الزتونة بتاعتها. والزتونة دي مش بتطلع غير لو انا عارف نفسي ستيبل، يعني واقف على ارض صلبة نفسية زي ما اتكلمنا في البودكاست اللي فات ان انا لازم يبقى عندي المينيمم، وبعدين ابدأ منها احقق فلوس واحقق الدخل اللي انا عايزه واضعافه كمان. يعني دكتور الأسنان بينطبق عليه نفس الحاجات اللي احنا قلناها في الصحة النفسية، وازاي يتعامل مع الناس وازاي يتعامل مع المرضى وكل ده. خليني اكلمك من واقع خبرتي، انا كوني مغموسه في طب الاسنان او كوني واحده من الكوميونتي بتاع او الدنتال كوميونتي ده. دكتور الاسنان هو لو انا هبدا اختار كده اشخاص علشان يهتموا بصحتهم النفسيه، فهيبقى دكتور الاسنان واي شخص بيشتغل في مفاعلات نوويه، لان هما الاتنين بيتعرضوا لكميه ستريس تقريبا ممكن توصلهم لمرحله ان انا عايش ليه، انا خلاص الدنيا دي ممكن تنتهي في لحظه. مع ان دي مفروض دي واحدة من كليات القمة، يعني اللي هو انا طب اسنان، انا خلاص انا مفيش حد قدي، يا كلية قمة بالنسبة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. انا معترضه شويه على مصطلح كليات القمه، لان من وجهه نظري اي بني ادم ممكن يوصل للقمه في اي كليه هو فيها، لكن المجتمع بتاعنا هو اللي اخد كام كليه كده وبدا يبروزهم، في حين ان الكليات التانية لا تقل اهميه ابدا عن كليات الطب وعن كليات الهندسه وبقيه الكليات اللي بيسموها كليات القمه. فالمصطلح ده شويه انا اجانست ده، يعني انا ضده شويه. انا باؤكد جدا ان اي حد في اي كليه مهما كان عددها كبير، مهما كان هو شايف نفسه ان هو ملوش لازمه وفي منه الافات، يقدر يكون متميز ويقدر يوصل للقمه. نيجي بقى للجزء التاني من السؤال بتاع ان هي كليه قمه ليه يبقى فيها الاسترس الكبير ده، لان احنا في مجتمعنا دايما بنبص للحد اللي في القمه على ان هو التوب اللي مفيش بعده، فبنحطه في مكانه انه مش بني ادم. انت مش مسموح لك كدكتور سنان تغلط، انت مش مسموح لك كدكتور تطلب اجر عالي، ده انت دكتور يا عم وانت ما بتعملش حاجه لله وللوطن ولا ايه. مش مسموح لك كدكتور انك انت تظهر بمظهر انك انت مثلا تتصور صوره وانت بتضحك قوي او مع اولادك او بتعمل الحركات اللي بيعملها البني ادمين العاديين، ده انت دكتور ومركز ومكانه، لازم تبقى فورمال طول الوقت. ما ينفعش تهزر على السوشيال ميديا والا هيتقال عليك ده تافه ده هايف. يعني انا لما بطلع بفيديو مثلا لطيف وكوميدي شويه بسمع بقى في الكومنتات انت ده انت خساره فيكي الدكتوراه، ده انت اللي سماكي دكتوره مش عارفه ايه، لان الناس بتبدا تبروز الناس اللي في كليات القمه على ان انتوا مش بشر، انتوا لازم تتحطوا في اسطمبات كده، هي دي اللي انتوا تبقوا بتمثلوها والا هنشوفكم ان كنتوا هفق مثلا. وده بيحط ستريس كبير جدا على الشخص او على الدكتور ايا كان بقى هو ايه. بس بالذات ليه الناس مركزه مع دكتور الاسنان؟ لان دكتور الاسنان ببساطه هو الدكتور الوحيد او تقريبا يعني من الدكاتره القليلين اللي انت مش بتدفع عنده كشف بس، ده الكشف ده اللي هو ايه، صباح الخير يا باشا، وبعدين ده انت محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا. فبالنسبه لهم دكاتره الاسنان دول جزارين، ده بس ما انت ما هيصدق انك انت تقع تحت ايده علشان يفتح لك شغل كبير. في حين ان دي ما بتبقاش الحقيقه. الحقيقه ان معظمنا كدكاتره اسنان، وانا عارفه ليه بقول معظمنا لان طبعا كل مهنه فيها الكويس وفيها الوحش، لكن معظمنا بيبقى هدفنا فعلا السنان او البق ده احنا عايزينها تبقى كويسه، ان احنا بنتربى في الكليه على ان الحاجات دي احنا عايشين فيها 24 ساعه. انا بقعد 5 سنين كل هدفي السنه، فلما بشوفها مسوسه في بق حد ما بقدرش امنع نفسي ان انا اقول له انك انت عندك ده وعندك ده وعندك ده، على الرغم انه ممكن يبقى جاي بحاجه واحده بس الحاجه دي هي اللي وجعاه، بس اقدر اسكت بقى واقول له خلاص انا هعمل لك ده وخلاص؟ لا ما ينفعش. ولو عملت كده ضميري كدكتور هيفضل طول الوقت يقولي طب على الاقل كنت قلت له، طب ما يمكن ما كانش عارف، طب لو كنت قلت له كان لحقها. فاهمه قصدي؟ فما بيبقاش الهدف مننا كدكاتره اسنان ان الشخص اللي قاعد قدامي ده هو مش فريسه، بالعكس انا كل ما بشتغل اكتر انا بتعب اكتر، جسمي بيتعب اكتر، بعاني من الوحده وبقضي وقت بعيد عن اسرتي بشكل اكبر. فانا من مصلحتي ان تدخل لي حاله او 2 يبقوا حلوين كده ومريشين وخلاص وكان الله بالسر عليم واروح بيتي لاولادي. بس احنا مش بنعمل كده، احنا طول الوقت بيبقى هدفنا ان الشخص اللي قدامي ده
ما تبقاش رؤيتي ضيقه على قد الشكوى اللي هو جاي فيها او على قد السنه دي. لا، انا بشوف الحاله كلها ايه، وبنعمل خطه علاجيه حتى لو الشخص ما طلبهاش. علشان ايه؟ علشان ابقى انا عارف ده الشخص طلبها، دي حاجه حلوه جدا، يلا بينا بقى ننفذ البلان دي، وهكذا. طيب حضرتك بتستخدمي مع المرضى بتوعك العلاج بالصحة النفسية؟ يعني بتقعدي تعملي لهم جلسات نفسية؟ حلو قوي ده. بصي، خليني اقول لك على حاجه لطيفه قوي. احنا درسنا 5 سنين في كليه طب الاسنان. كل حاجه درسناها في طب الاسنان هي بتديكي معلومات واضحه وصريحه ودقيقه ومفيده عن الجزء المادي بتاع البق والسنان. تمام. فازاي السنان سوست، اللثه مش عارفه ايه، العظم داب، طلع علينا تقرحات، الفك بيطقطق، كل الحاجات دي. لكن ما درسولناش ابدا الحاجات دي بتحصل ليه، او لما درسولنا السبب بتحصل ليه قالوا لنا اصل بسبب البكتيريا، اصل بسبب السبب المادي. بالظبط، السبب المادي. احنا درسنا مم. الاسباب الماديه اللي بتخلي العرض ده يحصل. لكن لما بدات ادرس في الصحه النفسيه لقيت الموضوع مختلف تماما تماما. واللي خلاني اصلا ادخل المجال ده ان انا بقى بيجيلي حالات، انا مؤمنه جدا بان الحاله النفسيه بتاثر على الحاله العضويه للبني ادم. لان كتير بنسمع ان بعد الشر واحد زعل فجاه جاله سكر، جاله جلطه، جاله ضغط. طب ازاي ده نفسيته وده جسمه؟ فانا من الناس المقتنعه بده. فبدات يجيلي ناس انا شايفه العرض قدام عينيا بس انا مش عارفه السبب ايه. فاقول له ايه حالتك النفسيه؟ انت متضايق نفسيا؟ فيقول لي اه والله متضايق. طب اقول له طب حسن حالتك النفسيه. انت بتمر بضغط عصبي؟ يقول لي انا في فتره امتحانات. طيب القرح دي من فتره الامتحانات انت، وهكذا. ففي حاجات العلم بيصنفها او بيطلق عليها مصطلح سب كلينيكال. سب كلينيكال يعني ايه؟ انا شايف العرض بس ملوش تشخيص، مش ملوش تشخيص، ملوش سبب. انا مش عارف السبب. وفي اسباب بقى يقول لك ايه، لا دي سايكو سوماتيك. سايكو من السايكولوجي، سوماتيك يعني عضويه، سبب حاجه نفسيه سببت السبب العضوي ده. طب ايه هي الحاجه النفسيه دي؟ حالتك النفسيه وخلاص. فبدات اشوف ناس بيجولي برضو العياده حالتهم النفسيه راحه في داهيه بس ما عندهمش المشاكل اللي عند الناس التانيين. طب ما هو حالته النفسيه وحشه اهو، ليه بقى ما عندوش نفس المشاكل؟ مش احنا بنقول بقى ان الحاله النفسيه بتعمل وبتعمل؟ فهنا بدات اسال هل فعلا ممكن يكون في حاجات سبيسيفيك معينه جوه الحاله النفسيه اللي تخلي ده يحصل. فبدات ادرس حاجه اسمها ميتا هيلث او الكاتيجوريكال ميديسن، الطب التصنيفي. الطب التصنيفي ده هو مبني على قاعده اساسيه جدا، ان الشعور المضطرب هو اساس كل مرض عضوي. الشعور المضطرب هو اساس كل مرض عضوي، ايا كان المرض اللي عندك، لو في خليه واحده فهي وراها شعور مضطرب. يعني الاشخاص اللي بتجيلها سرطانات، اللي بتجيلها مشاكل، كل الامراض، كل الامراض. يعني مش هحط بقى مرض مع تسوس الاسنان وراه حتى سبب الحاجات شعور. الوراثيه. حتى الحاجات الوراثيه، بس هو ده مش موضوعنا لان ده هيفتح علينا باب كبير جدا. لكن خليني اقولك تسوس الاسنان هو وراه سبب شعوري. الخراج اللي بيطلع لنا تحت كده تحت الضرس ده، ويجي يقول لك الدكتور لازم يتعمل لك حشو عصب علشان ننظف ده وناس بتعمل حشو عصب ويعملوه حلو جدا والخراج يرجع تاني او يتنقل في سنه تانية، فيتقال لك اصل السنه عدت اللي جنبها. ما عندناش حاجه في مجال طب الاسنان اسمها عدوى، مفيش حاجه اسمها ان التسوس اتنقل من سنه لسنه. الابحاث اثبتت انه التسوس بيحصل نتيجه للستريس. ستريس كمسمى كبير بقى، ان انا لو تحت ستريس جسمي بيفرز هرمونات توتر، ودي متعارف عليها كتير. هرمونات التوتر دي طول ما هي بتدور في دمي هي بتضرب بقى اللي قدامها، بتغير بقى يعني بتلعب كده. فلما هرمونات التوتر بتوصل للدوره الدمويه الموجوده في البق بتغير طبيعه اللعاب اللي ربنا خلقه لنا اصلا بشكل قلوي علشان يقلل نشاط البكتيريا. فاللعاب ده يبقى حمضي. فمجرد ما اللعاب بقى حمضي، البكتيريا اللي عايشه ومتعايشه معانا دي تفرح، يلا بينا بقى نشوف فين السنه اللي عليها الترسبات ونروح نعملها. الابحاث بتقول كده. الابحاث بتقول ان الاسترس سبب اساسي من الاسباب اللي ممكن تخلي فيه تسوس الاسنان، ودي حقيقه لان فعلا تركيبه اللعاب بتتغير. بس علشان ده يحصل لازم الشخص ده يكون عنده شعور معين، بيمر بفترة معينة ليها علاقة بشعور معين. الشعور ده ممكن يكون شعور انه مغصوب على شيء هو مش عايزه، ممكن يكون شعور انه مش عارف ياخد حق
عنده، ممكن يكون شعور انه مش قادر يواجه موقف هو بيمر بيه، او مش قادر، عنده معطيات كتيرة في حياته فمش قادر يقسمها لمعطيات صغيرة عشان يبدأ يتعامل معاه. كل دي اسباب شعورية بتسبب امراض مختلفة في البق، وكل دي بنبدأ نتعامل معاها بشكل فردي في كل جلسة. يعني انتي سألتيني اذا كان الحالات بتاعتي في العيادة بنعمل لهم جلسات نفسية ولا لا. في حالات كتيرة جدا برفض ان انا اشتغل لها الشغل العضوي بتاعها قبل ما نبدأ نشتغل على الجزء النفسي، لان بمنتهى البساطه بقول له كده: انت هتجيلي وهنبدا نعمل حشو العصب ده زي الكتاب ما بيقول، وعندي اخصائيين بيقدروا يعملوا ده بشكل كويس لان ده مش تخصصي، هعمله لك زي الكتاب ما بيقول بالملي، وحضرتك هتطلع من عندي مبسوط، وبعد شويه هترجع لي تاني بالخراج راجع، او هترجع لي تاني والسنه اللي جنبها فيها خراج، اللي قبلها او اللي او بعدها. هتفضل كويسه ويفضل عنده نفس الوجع اللي هو كان حاسس بيه. بالظبط. فحضرتك تختار ايه؟ تختار ان احنا نحط حبه الفلوس دول في ان احنا نحشي العصب وبعدين نرجع نحطهم تاني، ولا تختار ان احنا نحط الفلوس دي في ان احنا نصلح السبب، وبالتالي مش هيحصل ده، مش هيتكرر مره تانية. فكتير جدا من الحالات اللي بتجيلي العياده كحالات اسنان، طبعا بنبدا نشتغل عليهم في الجزء الشعوري او الجزء النفسي الاول. ايوه، بس ده صعب كطبيب اسنان ان هو المريض يطمن لحضرتك ويحكي لك ويقول لك اه والله ده انا عندي مشكله مع جوزي، انا عندي مشكله مع مراتي، انا عندي مشكله في الشغل، انا مش قادر اواجه مثلا حاجه معينه في حياتي. حلو، خليني اقول لك على حاجه. كل حاجه في اولها بتبقى صعبه، تمام؟ كل حاجه في اولها بتبقى صعبه، مع التكرار مع الثقه الدنيا بتيجي. يعني الناس بيقول لك ان حشو العصب صعب، ولما بيجوا بيعملوه الدنيا بتبقى كويسه والتجربه بتبقى كويسه، بيقول لك والله ده انا لما عملت حشو العصب عند الدكتوره الدنيا كانت تمام وزي الفل وما حسيتش بحاجه وخلص كده وما بقليش وجع. كان داخل بتجربه معينه شايفها صعبه وتحولت لسهل. فكل حاجه في الاول ممكن تبقى صعبه، دي اول حاجه. تاني حاجه، انا لا اطلق على الحالات بتاعتي ان هم مرضى ابدا. ليه؟ لان المريض هو شخص ضعيف، او هو شخص بيعاني من شيء. احنا في عيادات الاسنان اللي بيدخل لنا هو ما بيعانيش من اي حاجه غير انه في وجع. وممكن بعض الناس يقولك ما عندوش، هو جاي يعمل تشيك اب، او جاي مثلا يبيض سنانه، هو ما فيش مرض خالص، ده جاي يعمل حاجات رفاهيه. فمصطلح ان انا اطلق عليه مصطلح مريض، انا من الناس المعترض عليه. انا دايما بسميهم كلاينت، عميل. انت عميل، وعميل مميز كمان، وده بيديله اريحيه كده في ان هو جاي المكان، مش جاي وهو عيان. انا مش رايح عند الدكتوره دي عشان هي بتخففني، لا انا رايح مكاني. عشان اخد برستيج معين. انا رايح في مكان انا بحبه، ورايح علشان المعامله هناك حلوه، وهكذا. ده بالنسبه لاول جزئين من السؤال. تالت جزء بقى من السؤال، انه صعب حد يجي لدكتور الاسنان ويبدا يشتكي له من حاجات نفسيه في علاقاته الشخصيه او علاقات العمل، واللي هي ممكن تكون بتسبب مشاكل بقه. خليني اقولك ان في تكنيك او في تيست اسمه لوشر تيست. لوشر تيست ده، او في الكاتيجوريكال ميديسن في جزئيه برضو بتكمل لوشر تيست، هو اسمه علم نفس الالوان. بعلم نفس الالوان ده احنا نقدر نطلع الحاله الشعوريه للشخص اللي قاعد قدامنا من غير ما نعرف الموضوع. يعني انا ما بطلبش منك انك انت تقولي لي الموضوع اللي انت مريتي بيه ايه. انا ممكن اسالك سؤال: هل بتشعري الشعور الفلاني؟ هل مر عليكي موقف مثلا شعرتي فيه بكذا؟ طيب لما بيحصل الحاجة الفلانية بتبقي عايزة كذا ولا كذا؟ ومن مجموعة أسئلة ومن مجموعة صور بنقدر نحدد بالظبط الشعور المضطرب اللي موجود عندك. ومجرد ما وصلنا للشعور المضطرب، أنا مش عايزة أعرف ايه اللي سبب ده، فلان ضربك، فلانة شتمتك، حد عمل فيكي حاجة، حد رماكي من الشعور البلكونة. اللي هي حسته. انا بوصل للشعور، مش بوصل لسبب الشعور، ما يخصنيش السلوك. الشعور ده هو اللي عمل المرض اللي عندك، او هو اللي عمل العرض بتاع التسوس، او ان العظم اتاكل، او ان فشل في زرعه، او ايا كان. مجرد ما هو مسكنا الشعور ده، خلاص احنا بنبدا نتعامل معاه علشان نفتفته، فلما نعالج بقى الجزء المادي اللي في بقنا ما يرجعش تاني. طب ايه اللي يميز طبيب اسنان او طبيب عامه عن طبيب غيره؟ طبيب الاسنان، احنا دلوقتي في مجتمع تقريبا في كل ما نمشي في مكان بنلاقي فيه يفضل دكتور سنان. والكتر ده انا من وجهة نظري هو حاجة مفيدة لمهنة طب الاسنان. بس ايه اللي يخليني انا في وسط اللمة دي كلها مميز منافسة. عن غيري؟ منافسه. انا بتمتع بايه، مش انا بعمل الحاجة ازاي.
خليني اقولك ان احنا كلنا في الخمس سنين درسنا نفس الحاجات بالظبط. فانا بعرف اعمل الحشو كويس زي الكتاب ما بيقول، وفلان وفلان وال10,000 او ال100,000 دكتور اللي موجودين في مصر، مم. هما بالمناسبة اقل من 100,000، كلنا بنعرف نعمل حشو، كلنا بنعرف نعمل حشو عصب كلنا. ولو اشتغلنا على نفسنا شوية هنعرف نطلعه زي الكتاب ما بيقول، لان مم. دي حاجات اساسيات درسناها وامتحنا وتخرجنا عليه. فاللي هيخليني انا مميز هي انا، مش الحاجة اللي انا بعملها. فخليني اقولك، انا ممكن اوقات اروح لدكتور علشان الدكتور ده بيعاملني معاملة حلوة، الدكتور ده بيتكلم معايا وبيسمعني، الدكتور ده دمه خفيف، فيقولك لا انا طول ما انا بقى عند دكتور السنان بنضحك ونهزر، ما بحسش اصلا ان انا في جلسة اسنان من كتر ما مم. الدكتور دمه خفيف. او الدكتور ده ذوق جدا، ده انت بمجرد ما بتدخل بتحس انك انت داخل بتتعامل معاملة ملوكي، حتى لو ما كانتش العيادة فخمة قوي. وبتلاقينا بنبعد شوية عن الدكاترة اللي عايزين يشتغلوا كل حاجة كده بسرعة ويلكلك وخلاص وتفضل لا يدخل ويلا واللي بعده والكلام ده كله. فاللي بيميزني كدكتور عن غيري هو انا، هو شخصيتي انا اللي الحالة بتشوفها مني اثناء وجودها معايا في العيادة. مم. يعني انا معظم الحالات اللي بتجيلي في العيادة هما بيبقوا جايين عايزين الراحة النفسية اللي بنحسها واحنا مع دكتورة رنا. طب دكتوره رنا مش بتعمل الحاجه الفلانيه مثلا، او دكتوره لا احنا عايزين دكتوره رنا تشتغل لنا، فهو بيبقى جاي علشان المصلحه اللي هو بياخدها من دكتوره رنا، او مم. الشعور مم. الايجابي اللي هو بياخده من دكتوره رنا. ممكن بيجي لي برضو ناس لما بيشتغلوا مع اخصائيين الموجودين في العياده يقولك انا عايزه ادخل الاخصائي الفلاني مش فلان، ليه؟ علشان فلان بيبتسم. انا عايزه ادخل لفلانه لان هي بتبقى حنينه شويه على بنتي وهي بتشتغل لها. فاللي بيميز دكتور سنان عن الاخر هو طريقته في اداء الحاجات اللي احنا متعلمينها، مم. ازاي انا بعملها، ازاي انا مميز في ده. طيب دكتورة رنا، ازاي دكتور الأسنان يتخلص من الضغط اللي بيمر بيه؟ يعني حضرتك قلتي في الأول ان هو أكتر تقريبا مهنة بتعرض لضغط، فأنا كدكتور سنان ازاي أتخلص من ده؟ حاجة مهمة جدا لدكتور السنان وهو بيتعامل مع الضغط انه هو او التوتر، ان هو يبقى فاهم هو التوتر ده بيجيله ليه. كلنا فاكرين ان التوتر ده هو الديفولت سيتنج بتاعنا، او هو الاساس اللي موجود اللي ما ينفعش الحياة تمشي من غيره. وخليني اقولك انه فعلا الحياة ما ينفعش تمشي من غير توتر. وخليني اديلك مثال بسيط كده. نتخيل دلوقتي لو انا راكب العربية بتاعتي والعربية دي فيها بنزين وانا مم. مسافر مشوار طويل جدا، بس اللمبة بتاعة البنزين او مؤشر البنزين مش شغالين، انا امتى هعرف ان البنزين بتاعي خلص؟ لما العربية تقف. لما العربية تقف هحتاس ايا كان بقى هي وقفت فين. لكن اللي هيخليني انتبه هو لمبة البنزين لما هتنور، او مم. المؤشر لو المؤشر شغال فانا هشوف المؤشر وصل لفين. فالتوتر بالظبط عامل زي كده. عندنا نوعين من التوتر، توتر ايجابي وتوتر سلبي. التوتر الايجابي هو ده لمبة البنزين اللي بتنبهك خلي بالك هنا في حاجة، انت داخل عليه، مم. داخل على مقابلة شغل جديدة، داخل على في كلب بيجري وراك، هتعدي الطريق، فخلي بالك. التوتر الطبيعي اللي في يومنا ده ايجابي ولازم يبقى موجود. المشكلة اللي بيعانوا منها دكاترة الاسنان هي التوتر السلبي. التوتر السلبي اللي بيخليه يا ترى هنجح في سوق العمل ولا لا، يا ترى لازم اخد كورسات قد ايه علشان خاطر ابدا اشتغل، يا ترى لما هروح مم. اتقدم للعياده الفلانيه دي هيقبلوني ولا لا، ده انا لسه متخرج، يا ترى لما اروح واشتغل في العياده الفلانيه الناس هتجيلي، طب ابني سيره ازاي كويسه. ده توتر سلبي. التوتر السلبي مهم جدا ان انا ابقى عارف هو جاي ليه، انا ليه توترت في الموقف ده. فمثلا لو انا شايف ان انا رايح اقدم السي في بتاعتي علشان اشتغل في مركز اسنان وانا لسه حديث التخرج مثلا، وشايف ان هم مش هيقبلوني ومتوتر ويا ترى هيقبلوني ولا لا، لو وقفت لحظه وفكرت هو التوتر ده جالي ليه، ايه اللي لو كان فيا ما كنتش هبقى متوتر كده، فهلاقي لمبه نورت انه انا لو كانت السي في بتاعتي كويسه، او عامل بورتفوليو حلو لكميه حالات اشتغلتها مم. وانا طالب او وانا في الامتياز، ومصورها بشكل كويس، او مثلا ريفيوز للحالات اللي انا اشتغلتها وقدمتها، هم مش هيرفضوني، هم هيبقوا عايزين ياخدوني، فهروح اقدم وانا واثق في نفسي. فالتوتر بيجي علشان يقول لنا احنا عايزين نشتغل على ايه في نفسنا. مم. فدي اول حاجه. اول حاجه لو اي دكتور سنان عايز يتخلص من التوتر يسال نفسه انا التوتر ده جالي ليه، انا ليه توترت في الموقف ده. تاني حاجه اسال نفسك ايه اللي لو كان فيا ما كنتش همر بالتوتر ده، او التوتر ده هيروح. مم. وبعدين ابدا اشتغل على النقطه دي، ابدا اتخلص منها. فممكن حد يبقى بيتوتر مثلا من حالات معينه،
فيبقى عارف ان الشخص ده حاجز النهارده وهيجي الساعه 3، فاول ما يجي يبقى مش طايق يشتغل له، بيشتغل وهو متضايق. طيب هاخد وقفه مع نفسي، انا ليه اتوترت دلوقتي لما الشخص، او ليه بتوتر لما الشخص ده بيجي؟ بتوتر مثلا لان الشخص ده بيبص على كل الحاجات في العياده، ولو في نقطه سوداء على الحيطه مثلا هيقول لك دي نقطه دم، ويبقى موسوس وخايف. مم. طيب اوكي، ايه اللي انا اعمله علشان اتخلص من التوتر ده؟ اطهر العياده بتاعتي واعقمها واخليها نظيف. انا بدي مثال، ده طبعا بيحصل في معظم عيادات الاسنان. مجرد ما هو عمل الحركه دي الشخص ده هيدخل مش هيبقى فيه اي توتر، الموضوع خلص. طب حد تاني، انا متوتر من الحاجه الفلانيه، طب متوتر منها ليه؟ طب لو فيا ايه كنت هتخلص من التوتر ده؟ افهم اللعبه بتاعه التوتر، لاني بمجرد ما فهمت التوتر ده بيحصل ازاي انا بسهوله جدا هتخلص منه. مم. حضرتك بتقولي ان انا كطبيب اسنان ممكن اتوتر من حاجات. طب ما انا مثلا لو توترت من كلاينت دخل لي ان هو مثلا لف على دكاتره كتير تانية، فانا من جوايا احساس كده اللي هو طب انت جاي لي ليه؟ انا كدكتور سنان اشمعنى انا جاي لي يعني؟ ما انت لفيت كتير وسالت كتير. حلو قوي. خليني اقول لك بقى من واقع التجربه، لان انا ما بيجيليش غير الحالات اللي لفوا كتير على دكاتره الاسنان، مم. والموضوع بالنسبه لي مش موتر جدا. لكن ممكن حد تاني ياخده من المنظور اللي انتي قلتي عليه، ما انت لفيت على الناس كلها جايلي ليه؟ ليه هو الشخص هنا اتوتر ليه؟ لانه حس انه ما عندوش القيمه اللي الشخص ده اللي انا هعرف اقدمها للشخص ده. انا زي بقيه الدكاتره، انا هيفرق بالنسبه لي ايه؟ في حين لو بصينا لها للعكس من المنظور اللي انا واقفه فيه، مثلا الناس عندي في العياده بيجوا علشان هم لفوا على دكاتره كتير ومرتاحوش، او لفوا على دكاتره كتير عملوا الحشو مره واتنين وتلاته وكان بيقع ومش عارفين السبب، فالحل مين؟ هي دي اللي عندها الحل. فهو كل موقف في الدنيا ليه كذا منظور، المهم انا واقف فين، انا في انه منظور. فلو انا الشخص اللي بتوتر علشان خاطر في حد لف على دكاتره كتير جدا وبعدين جاي لي، فانا حاسس ان انا مش هضيف له حاجه، لازم اخد وقفه مع نفسي كده. طب ايه اللي انا اقدر اضيفه للاشخاص دي؟ ايه اللي انا مميز فيه او اللي اقدر اكون مميز فيه؟ في رأي حضرتك يا دكتور طبيب الأسنان يشتغل لوحده ولا يشتغل في مراكز أو في عيادات تانية؟ اي دكتور سنان لازم في البداية يمر بفترة يكون شغله فيها تحت سوبرفيجن. يعني احنا بنتخرج من الكلية بتاعتنا كل شغلنا المعيد واقف فوقنا، او الدكتور الاكبر مننا هو اللي بيعلمنا ازاي نعمل الحاجة. فاول ما بتخرج من الكلية وبخلص الامتياز بتاعي واخد تصريح مزاولة المهنة، انا بحس نفسي ان انا كل الناس سابوني، كل حلفائك خانوك. طب انا دلوقتي لو هقف قدام حالة هعمل ايه؟ لو نفترض الحاله دي حصل فيها اي مشكله، وممكن يحصل مشاكل، حد يغمى عليه، حد يحصل له اي حاجه، حد يرجع، حد يخاف بشكل كبير، ساعتها لو انا ما عنديش المعلومات الكافيه، كوني لسه خريج، هتوتر جدا وممكن يحصل لي تروما من المهنه دي. فانا بنصح اي حد لسه او اي طبيب اسنان لسه متخرج ان هو يقضي فترة تدريب وبعدين فترة شغل في أي عيادة أسنان أو في أي مركز أسنان. هو هنا هو المستفيد، يعني هو اللي بيستفيد إنه بيشتغل في جو آمن، لأنه ساعتها اللي بيكون مسؤول عن أي مشكلة بتحصل هو الشخص صاحب العيادة نفسها أو صاحب المستشفى نفسها. فساعتها الدكتور بيحس إنه ظهره مسنود كده، فيبدأ يبقى عنده ثقة أكتر إن هو يشتغل حالات أكتر، يحسن في الحالات بشكل كبير، يقدم أحسن ما عنده، لانه مسنود. لان الشخص اللي مش مسنود دايما بيبقى خايف، والشخص اللي خايف ما بيعرفش يشتغل ولا يطلع احسن ما عنده هو موجود. فنصيحتي انه يبدا يشتغل الاول في اي مركز او في اي عياده او مستشفى، بحيث ان هو يقضي فتره من الخبره لحد ما يحس انه قادر كفايه يقف لوحده في عياده ويبدا يديرها ويتعلم اساسيات الاداره بتاعتها. لان مجرد ما بقيت انت المسؤول عن عياده لوحدك، انت بيتحط عليك ستريس تاني، مش بس بتاع الحالات، مش بس بتاع تطوير نفسك، مش بس بتاع كونك دكتور اسنان، لا ده انت عندك ستاف شغال، ده انت عندك خامات، ده انت عندك تعقيم، ده انت عندك اهل مسؤولين منك، وانا كمدير بقضي وقت مسؤوليات اكتر. بتكبر. بالظبط. فقبل ما اخد الخطوه ان انا افتح عياده لوحدي، مهم جدا ان انا اكون قضيت فتره كافيه في مكان تاني. حضرتك شايفة ان في فرق ما بين الخوف والتوتر؟ بصي، في فرق كبير جدا ما بين الخوف والتوتر. انا ممكن ابقى متوتر بس مش خايف، يعني ممكن امر بموقف انا حاسس فيه ان انا مربوك او ان انا تحت ضغط او ان انا مهزوز شويه كده متوتر،
بس انا مش خايف من الحاجه الفلانيه. وده بيحصل لنا كلنا لما نروح لموقف جديد. انا داخل اشتغل في مكان جديد، رايح اقابل حد جديد، عندي انترفيو، اتعلمت حاجه وجايه اطبقها لاول مره، بيصيبنا التوتر. لو التوتر ده كان مصاحب ليه خوف او اتحول لخوف، ساعتها هنا تبدأ المشكلة. مم. لان مجرد ما الخوف بقى موجود في ايا كانت الحاجة اللي انت بتعملها، هو بيعمل لك بلوك. لا، انا خايف اخد الخطوه الجايه، انا خايف لو خدتها اغلط، انا خايف الناس تقول عليا، انا خايف الحاله تطلع من عندي مش مبسوطه، انا خايف افتح العياده بتاعتي لحسن اخسر، انا خايف. الخوف بيعمل بلوك. مم. فالتوتر مش شرط يكون مصحوب بخوف، لكن لو اتحول لخوف او كان مصحوب بخوف، احنا هنا وصلنا لوضع complicated. لازم اخد وقفه كده مع نفسي، ستوب. انا مش هعيش حياتي متكتف بالخوف. حضرتك قلتي في الاول انك درستي التنويم بالايحاء، بتستخدمي ده في علاج المرضى؟ خليني اشرح لك الاول يعني ايه تنويم بالايحاء سريعا كده، علشان الناس بتبقى فاكره او كل معلوماتهم عن التنويم بالايحاء ان هو التنويم المغناطيسي اللي زي ما ظهر في فيلم فؤاد المهندس، يقعدوا والساعه يعملوا اللي بندول بتقعد كده. تتحرك كده ويقعد يقول لك ايه، غمض عينيك ولما اعمل مش عارفه ايه هتنام. التنويم الايحائي هو نوع من انواع العلوم اللي كان بيستخدم كتير جدا زمان، قبل اصلا ما ينشأ حاجه اسمها طب. الهدف بتاعه الاساسي او التركيز بتاعه الاساسي على انه بيشتغل على قدرات المخ. الابحاث الحديثه اثبتت ان هو بيتكون من 4 موجات اساسيه. موجات الاشارات اللي بتطلع من المخ لبقيه جسمنا هي عباره عن ويفز كده. المخ فيه 4 اساسيين: بيتا والفا وجاما وتيتا وثيتا ودلتا. احنا كبني ادمين عايشين في الاثنين دول. مين لي؟ مم. 90 او 99 من البني ادمين عايشين في البيتا، وحوالي من 1% ل 5% عايشين في الالفا، اللي هم مش متوترين. خليني اقول لك ان البيتا دي عامله بالظبط زي اكن واحد سايق العربيه بتاعته على سرعه 240. 240 دي سرعه عاليه. فانا لو سايق العربيه بالشكل ده، او قاعد جنب سواق سايق بالسرعه العاليه دي، انا مش هقدر اخد بالي من اي حاجه مم. موجوده على الطريق. مش هشوف اصلا اذا كان في سوبر ماركت كان في ناس واقفين او لا. طيب لو انا ماشي على سرعه 100، انا هبدا ادرك الحاجات اللي موجوده على الطريق، مم. فاشوف ان في هنا بنزينه، في جامع، في شخص بيعدي الطريق قدامي، وهكذا. طب لو انا ماشي على سرعه 60، ده انا هقدر اقرا اسم اليافطه اللي مكتوبه على الجامع، ده انا هقدر اشوف ده مم. لابس ايه، ودي بيعمل او رياكشن وشه عامل ازاي، صح؟ مم. لو انا ماشي على 10، ده انا مش بعيده انزل اسلم على الناس وبعدين ارجع اركب العربيه تاني. بالظبط مخنا، الموجات بتاعه المخ عامله زي التسلسل ده. موجات البيتا اكني بالظبط طول الوقت سايق على 240، بيسموها السرفايفل مود. المود اللي انا طول الوقت فيه متوتر، طول الوقت مش اخد بالي من الاحداث اللي بتحصل حواليا. انا ممكن اكل وانسى انا اكلت ايه، ممكن اقابل فلان وما اخدش بالي اصلا ان انا عديت عليه. مم. طول الوقت وجودي في الحالة دي بيخليني أصاب بأمراض كتيرة جدا، ويخلي كفاءتي أقل، ويخلي جودة حياتي أقل بكتير جدا. التنويم بالإيحاء بيشتغل على إن أنا أنقل الشخص من البيتا للألفا، أهدي عشان شوية، يبقى اهدى. أكني بخليه بالظبط يهدي مم. سرعته. فكفاءة عقله تزيد، يقدر ينتبه أكتر لحاجات كتيرة حواليه، يقدر كفاءة جسمه وصحته تبقى أحسن. فلما بيتنقل من البيتا للألفا بالتنويم، يعني في الجلسات اللي بنعملها لما الشخص بنقدر نوصله للألفا ويمارسها بشكل مستمر، هو بيجي بعد فترة يقولك أنا الشهر اللي فات كان جايالي ترقية وما خدش بالي اصلا. يعني كان المفروض ان في حاجة انا مم. هاخدها، وانا ما خدش بالي ان انا كان المفروض اعمل كذا. بس لما اشتغلت على نفسي، قدرت اعرف ان المكان الفلاني التاني فيه فرصة كويسة ليا، فلقطت الفرصة مم. فرحت رايح. البني ادم اللي طول الوقت في البيتا او في السرفايفل مود، هو بني ادم انا بسميه بني ادم غلبان. بيصعب عليا جدا ان طول الوقت عمال بيحرق في نفسه وهو مش عارف انه بيحرق في نفسه، مم. وفاكر انه الحرق ده هو اللي هيخليه عايش كويس، هو اللي هيخليه بيجيب فلوس كويسة، وهو اللي هيخليه يقدر يستمتع بحياته بشكل كويس. وده غلط خالص. يعني حضرتك لما بتنقليه من البيتا للالفا، ده على طول ولا ده في مدار الجلسه اللي بتعمليها او مدار الشغل اللي بيبقى موجود فيه احنا بنعلمهم، يعني احنا بنعلمك ازاي تقدر توصل لده. اقدر طبعا في خلال الجلسة ان انا علشان اصلا اوصل بيه لمرحلة التنويم بالايحاء، سواء هو شخص في سيشن عادية او سواء هو شخص بعمل له اي حاجة ليها علاقة مم. باسنانه، لازم علشان الجلسة تبقى فعالة انه ينزل من البيتا للالفا، واوقات بننزله للثيتا كمان علشان
ناخد كفاءة احسن. بس هل انا بنزله للالفا كده وخلاص بقى وبسيبه؟ احنا بنقدر نديله التقنيات طبعا اللي يمارسها بحيث انه طول الوقت حياته تبقى في الالفا. خطوات يفضل ماشي عليها بعد ما بالظبط، يمشي من الجلسه. بالظبط، لان هو مش هيفضل طول الوقت محوج لي، مش اول ما يلاقي نفسه توتر شويه انا هروح جري للدكتوره رنا. ده يعني هو مش هيلاحق وانا مش هلاحق، فاهمه قصدي ازاي؟ فانت لازم تبقى عارف ايه اللي بتعمله او ايه اللي هتعمله علشان تبقى في الالفا. لان استمرارك مده طويله في حاله الالفا بيحسن كفاءه شغلك، بيحسن استيعابك، بيحسن حالتك الماديه جدا جدا. بتظهر بمظهر لائق. تخيلي كده لو انت قاعده مع حد والحد ده متوتر او نفسه عالي او طول الوقت بيقرقط في صوابعه او بيطقطق صوابعه، انت هتحسي انه هو الشخص ده مش واثق في نفسه ليه كده، او الشخص ده مش قد المهمه اللي هو جاي علشان، مش هعينه عندي مثلا، مع انه ممكن يبقى كفء جدا. مع انه ممكن يبقى عنده معلومات احسن من ناس كتيره جدا، لكن هو هيئته بتدل انه طول الوقت متوتر. على عكس حد تاني ممكن وانت وهو داخل او تشوفيه تحسي انه كاريزما، قاعد واثق في نفسه، بيتكلم بهدوء، بيفكر الاول قبل ما يتكلم، ولما يتكلم بيقول الحاجه مظبوطه. ده لقطه. انا ليه مش هاخد حد زي ده عندي او ابدا اشغله معايا، او ابدا ان انا افكر ازاي يكون هو اضافه ليا وانا اضافه ليه. فوجودك في الالفا بقدر كبير، بقدر كبير مده طويله، تعودك عليها هو اللي بيحسن جودة حياتك، وده بنقدر نعمله بالتنويم بالإيحاء. طيب التنويم بالإيحاء ده لو أنا في جلسة بعمل حاجة، بعمل شغل في أسناني، بيبقى مقدار الألم مختلف؟ يعني بيبقى الألم أقل ولا بيبقى مستوى الألم واحد؟ الأبحاث بتقول إن التنويم بالإيحاء هو ليه فوائد كتيرة جدا في طب الأسنان، من ضمنها إن هو بيقلل الألم، من ضمنها ان هو ممكن اصلا ما نستخدمش بنج خالص لان انت ما بتبقاش حاسس بحاجه لو وصلت للمراحل اللي احنا عايزينها. من ضمنها ان لو احنا بنخلع فالبليدنج او الدم النزيف اللي بيحصل بعدها يكاد يكون لا يذكر. احنا نقدر نعمل عمليات جراحيه عن طريق تحت التنويم بالايحاء من غير ما ندي اي بنج او اي مسكنات. والجميل في الموضوع انه اوقات بيجيلي حالات هي مضطره تخضع لاجراءات جراحيه. يعني مره كان عندي حد كلاينت كانت ربنا يشفيها يا رب ستيج 4 ليفر كانسر، سرطان كبد من الدرجه الرابعه، وما كانش عندها اسنان، وكان ضروري جدا الدكتور قال لها لازم تاكلي علشان بيحصل نزيف في المعده لو حصل لها عسر هضم لو ما مضغتش كويس. فكان الحل ان احنا نعمل زراعه للاسنان. جابت موافقه من الدكتور بتاعها على ان احنا نعمل الزراعه، بس ممنوع تماما تاخد مسكنات بعد العمليه، ممنوع تاخد مضادات حيويه لان الكبد اصلا رايح في داهيه، فمش هيبروسس اي حاجه من الحاجات دي. لما بدأنا نشتغل عليها بالتنويم بالإيحاء هي ما خدتش خالص أي مسكن، ما خدتش خالص أي دواء، ما كانش فيه جرح، والنهارده بقى لها حوالي أكتر من سنتين بتاكل بشكل كويس جدا على الزراعات بتاعتها. مع العلم إن هي كانت جاية لي بتقول لي أنا أيامي معدودة بس أنا مش عايزة أعيش الأيام دي متألمة. لما بدأنا حتى خلصنا علاج الأسنان وبدأنا نشتغل بتقنيات التنويم بالإيحاء على حالتها النفسية وحالتها الصحية، هي أول امبارح كانت عندي التحاليل بتاعتها بتقولي أنا رحت للدكتور بيقولي أنا مش عارف ده حصل إزاي، أنا مش عارف إزاي أنتي وصلتي من المرحلة دي للمرحلة دي. تحاليلها أحسن؟ تحاليلها أحسن بكتير جدا. هي حتى قالت لي انا مصممه اصور معاكي لان انا في البدايه ما كنتش مصدقه اللي انت بتقوليه، بس لما بدات اطبقه انا كنت جايالك واحده كبيره، انا دلوقتي اصغر من اللي انا جايالك بيه ب20 سنه. انا دلوقتي بعد ما كان الدكتور بيتمنى ان انا وزني يزيد انا زايده 8 كيلو مع اني ما زودتش اكلي، جسمي بقى بيستفيد من الاكل، انا بقيت عايشه حياه تانية. دي المصطلحات اللي هي بتبدا تقولها نتيجه لان هي بس قدرت توصل لكواليتي اوف لايف احسن عن طريق التنويم بالايحاء. انا كحد دلوقتي مش مصدق ازاي انا ممكن اعمل عمليه جراحيه ويبقى في فتح وخياطه من غير ما ابقى حاسس باي الم. طبيعي جدا ان مفيش اي بني ادم ممكن يصدق ده، لان احنا اتعودنا على ان جراحه يعني لازم اتبنج، لازم انام، ده خياطه وابره والكلام ده كله. وخليني اقولك ان انا وقفت في فتره من سنتين وانا اول ما بدات ادرس التنويم بالايحاء عند ريفيو من شخص بيمارس التنويم بالايحاء، كان عايز يعمل غرسات لاسنان، فكلم صديقه دكتور الاسنان على حسب ما هو بيقول، واتفقت معاه ان انا عايز اعمل العمليه دي زرعه السنه دي من غير اي بنج خالص، وانا هنيم نفسي وانت هتدخل وتحط الزرعه والدنيا هتبقى فل وقشطه. انا ما صدقتش بصراحه زي كده، وبعدين قلت ايه، طب انا مقتنعه بالتنويم بالايحاء وانا بكلم الناس عنه، ازاي اقدر اطلع واقول ان ده ممكن يحصل؟ فقررت اعمل تجربة صغيرة كده على نفسي، ووقتها اتفقت مع جراح تجميل
قلت له احنا هنيجي العياده عندي، انا بعمل تجربه، بحث، اعتبره بحث بنعمله، هنفتح جرح صغير كده وهنخيطه. قال لي يعني بسبب؟ قلت له لا، من غير سبب، انا بختبر تقنيه التنويم بالايحاء. انا هنيم نفسي، اديني 5 دقايق، انا هنيم نفسي على الكرسي، وانت ابدا بعد ال5 دقايق افتح وخيط وما تشغلش بالك. قال لي لا وازاي وبتاع، طب ندي بس رشه بنج قبل التصوير. قلت له ما تشغلش بالك، اعمل، وانا لو حسيت بوجع هقوم، يعني اكيد مش هبقى متوجعه وهستحمل على الفاضي. كان هدفي ان انا اثبت فعلا اذا كان التنويم بالايحاء يقدر نعمل بيه عمليه جراحيه من غير بنج ولا لا. وفعلا عملناها، فتحنا خيطنا 4 غرز. والكان اللطيف في الموضوع انه بعدها هو بقى بيقول لي انا بقيت عيني عليكي، انا ايدي بترتعش وانا بفتح، خايف اوجعك، يعني خايف وانا بخيط والابره بتدخل في جلدك ان تبقى موجعه بالنسبه لك، بس انت ما اتحركتيش، بس انت ما كانش في الم خالص. انا ببقى حاسه باللي بيحصل بس مش حاسه بالوجع. انا مدركه ان في حاجه بتمشي على ايدي، على رجلي، او في حاجه بتدخل بتخيط، او في حاجه بتفتح، او في دم بينزل، بس مفيش وجع. كانها لمسات بسيطه من غير الم. كأن مفيش وجع، كأن انا بمشي ايدي، بمشي ضفري على ايدي بالظبط، كأن حد بيمشي اي حاجه على جلدك، فاهمه قصدي؟ مفيش صاحيه وجع. صاحيه مش نايمه، مفيش صحيح. وجع. صحيح، طبعا صحيح، بس في حاله اسمها الترانس ستيت. الترانس ستيت دي هي المرحله اللي لما بندخل فيها بالتنويم بالايحاء الالم ما بيبقاش، يمكن عدم الاحساس بيه، او يمكن السيطره عليه. يمكن عدم الاحساس بيه، يعني مش حاسه بالم، مش مستحملاه، يعني مش حاسه بالم، لا مش انا مستحمل، مستحمله الالم ولا انا مش حاسه بيه؟ مش حاسه بالالم، مفيش وجع، مفيش احساس بشكه الابره، تمام، لكن انت حاسه ان في ابره، دي حاجه جميله لكن جدا. مفيش احساس بشكه، مش متوجعه. دي حاجه جميله جدا جدا. جدا. طيب حضرتك شايفه ان ممكن في التقدم والتطور اللي احنا فيه ده والتكنولوجيا الهائله اللي احنا بنمر بيها دي ان الذكاء الاصطناعي ياخد مكان طبيب الاسنان؟ الذكاء الاصطناعي واحد من الحاجات اللي اصلا بتخوف الناس كتير جدا في المهن بتاعتهم جداً دلوقتي جداً. وبيخافوا انه يتم استبدالهم. وعايزه اقول لك ان الاي اي حاليا في مجال طب الاسنان واخد حته كده عاليه جدا. يعني بنشوف دلوقتي روبوتس هم بيعملوا العمليات بتاعه الزراعه وعمليات الخلع والحاجات دي، اصل التكنيك سهل ولطيف وممكن يتعمل. فالاي اي هياخد جزء كبير جدا يقدر يعمله في مجال طب الاسنان، لكن من وجهة نظري انه لا يمكن استبدال دكتور السنان طول ما هو عنده اللي اكتر من الاي اي. فيجي حد يقول لك ايه ده، هو ممكن الاي اي يبقى في حد عنده اكتر منه؟ ده الاي اي ده بيعمل الحاجه بدون غلطات وبدون حاجه، مثلا زي التنويم بالايحاء اللي كنا لسه بنتكلم عنها، الاي اي مش هيعرف يعملها لك، مش هيعرف يدخلك في ستيت معينه. حاجه زي ان انا اقعد واتكلم واسمع وابقى قادر القط الشعور بتاعك اللي احنا نقدر نستخدمه علشان نعرف السبب العضوي، الاي اي مش هيعرف يعملها لك. فكونك دكتور سنان عندك جزء ليه علاقه بالميزه التنافسيه بتاعتك، ان انا مفيش حد يقدر ينافسني في الحته دي، ولا حتى الاي اي هيعرف ينافسك فيه. لكن مهم ان انت كدكتور سنان تبقى عارف وفاميليير ومتوافق مع الاي اي، لان في مرحله ما انت هتحتاجه عشان يسهل عليك حياتك. يسهل عليه حياته بس ما ياخدش مكانه. انا ما اعتقدش ان الاي اي ممكن ياخد مكان دكتور الاسنان بشكل كامل، ممكن يستبدله في حاجات كتيره بس بشكل كامل لا. انا شخصيا لو هروح اعمل عمليه هفضل ان بني ادم زيي يعملها مش اي اي، واعتقد ان في كميه كبيره جدا من الناس هتفضل نفس الحاجه دي، لان احنا في الاول في الاخر بشر عايزين التواصل ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، مش ما بيني وما بين مكنه. ففي جزء كبير هيروح ورا الاي اي، وفي جزء لن يمكن استبدال دكتور الاسنان فيه. طيب حضرتك كطبيبة أسنان ومميزاتك كتيرة ما شاء الله، ادي نصيحة لطبيب الأسنان نقفل بيها الحلقة تخليه مميز ويقدر ينافس في سوق العمل ويقدر يبقى ليه اسم، أنا هروح لدكتور فلان ده دونا عن غيره. حلو. لو هنصح اي دكتور سنان في المهنه دي فهقول له استثمر في نفسك زي ما بتستثمر في الخامات اللي انت بتجيبها، زي ما بتستثمر في انك انت عايز تطلع صوره كويسه للحاله تعمل بيها دعايه. استثمر في حالتك النفسيه، استثمر في انك انت يبقى عندك صلابه نفسيه، في انك انت يبقى عندك سلام داخلي، في انك انت يبقى عندك المميزات اللي تخليه فعلا لما حد يشوفك يبقى حابب انه يتعامل معاك، ما يبقاش شايف اصل الدكتور ده كان مضغوط فانا ما لحقتش اقول له كل اللي عندي.
استثمارك في نفسك دلوقتي قد ياخد منك شوية وقت، لكن بعد سنة او اقل كمان من سنة، ممكن 6 شهور، لو انت فعلا بتشتغل على مم. نفسك بشكل كويس، ممكن ينقلك في حتة تانية انت مش متخيل انك انت ممكن توصلها بالسرعة دي. مش كده بس، ده هيخلي كل انواع التوتر اللي انت بتعاني منها هي ما بقتش موجودة. فاحنا كدكاترة اسنان لو عايزين نغير منظورنا عن طب الأسنان من إنه مهنة تعبها كتير وفلوسها قليلة، لأن هي مهنة جميلة ولذيذة وممتعة وأقدر أطلع منها فلوس كتيرة، لازم أول حاجة أبدأ بيها، أبدأ إن أنا أهتم بنفسي، أستثمر في نفسي، أحسن حالتي النفسية، أتخلص من القلق والتوتر، أشتغل إني أدرس حاجات جديدة وأتعلم حاجات جديدة وأبدأ أطبقها. الأهم من كل ده إن أنا مخافش، لان اللحظه اللي هيسيطر عليا فيها شعور الخوف انا هتكتف، مش هتحرك من مكاني، مم. هبقى زي ما اتخرجت النهارده زي بعد 10 سنين هي نفس المعلومات او يدوب زادت حاجه بسيطه. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتورة شكرا رنا، يا رب. وبجد معلومات قيمة جدا، معلومات مفيدة. لو دكاترة الأسنان اتبعتها هيبقى عندنا نخبة من دكاترة الأسنان متميزة دي حقيقه في والله. مجالهم، وكل شخص فيهم أو كل دكتور فيهم هيبقى مميز بحاجة تخصه هو لوحده. دي حقيقه. شكرا لحضرتك شكرا يا جدا رب. يا دكتور.